السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندسة رانيا من شركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية. يا رب تكونوا بخير. جيت لكم بالجزء الثالث للدورة اللي كنا عارضينها، وده نهاية الدورة. هعمل لكم تحليل صغير كده وهسيبكم على الفيديو عشان طويل شوية، مش عايزة أطول عليكم. الدورة دي احنا طلعنا متوسط أوزان 2 كيلو 650 مع استهلاك علف 3 كيلو 220، يعني مطلعين معامل تحويل 1 و2. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان 1 و2 دي ما بتطلعش غير مع البرنامج الأورجانيك. لو مستخدمين أدوية بيطرية ما بتطلعوش خالص 1 و2، ممكن 1 و5. ولو حسبنا كمية العلف اللي هيطلعوا بيها الأوزان دي على 1 و5 هيبقى المفروض واكلين 3 كيلو 975. ولو نقصنا العلف اللي احنا مأكلينه في الدورة مع العلف اللي المفروض كان المربى هيأكله لو مش بيستخدم البرنامج الأورجانيك، اللي هو 3 كيلو 975 منقصين منهم العلف اللي احنا مأكلينه 3 كيلو 220، يعني كده التوفير واصل 755 جرام في العلف. ولو حسبناها بالفلوس هيبقى المربي دفع 54 جنيه 740 قرش، بدل ما كان هيدفع 67 جنيه 575 قرش. يعني لو نقصناهم من بعض كده موفرين للطائر الواحد 12 جنيه 835 قرش. يعني لو قسمناها على العلف اللي احنا أكلناه هنطلع ان احنا موفرين فلوس 3 جنيه 90 قرش في كل كيلو علف، يعني موفرين للطن 3900 من سعر العلف. العلف كنا جايبينه ب17,000، يعني لو نقصنا من 17,000 ال3900 هيدينا طن العلف ب13,100 بدل 17,000. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، هسيبكم مع الفيديو ومستنية استفساراتكم في الكومنتات. صباح الخير يا أستاذة رانيا. النهاردة أنا بقفل الدورة زي ما اتفقنا على اليوم 35، بس للأمانة النهاردة اليوم 37، لأن طبعا أنا كنت بطلع الدورة فملحقتش إن أنا أصور، فشلت شوية كده للبيت بتوعي وهنعمل عليهم التجربة بإذن الله. بس متوسط الوزن اللي موجود دلوقتي هو نفس اللي أنا بعت بيه، يعني في حاجات 2600 2700. تمام، ده الجدول اللي انا كنت ماشي عليه طبعا يوم بيوم زي ما حضرتك قلتي اعمل ايه بالظبط، وماشي على الجدول. اليوم اللي بيعدي بشخبط عليه طبعا عشان ابقى عارف وامشي بالجدول بالظبط. طبعا دي الفراخ اللي انا هطلعها دلوقتي وهوزنها لحضرتك عشان نشوف الوزن. طبعا انا كنت مربي شوية ساسو ما شاء الله برضو كبروا. النهاردة اليوم 37 وده حجمهم، وبرضو البط على نفس المنتجات ما شاء الله عليه، برضو ده عمر 37 يوم. تمام، هنخش كده، وده برضو بط مسكوفي برضو عمر 37 يوم ما شاء الله على نفس المنتجات. تمام، هنصور المنتجات الاول اللي احنا شغالين عليها. ده المنتا اروم، وجنبه الباور فيتا، وجنبه الليكويد فيد 10، وجنبه الليكويد فيد 51 بلس، وده الباي فاكتور والاورجان. تمام، دي المنتجات اللي احنا شغالين عليها تبع الاستاذه رانيا من شركه المتحدون. طبعا انا مش هحكم عليها دلوقتي زي ما بقول لكم لغايه لما نعمل الميزان وتشوفوه لايف طبعا وتشوف الدنيا شكلها حساباتنا على فكرة في العلف لغاية اليوم 36 واكلين حوالي 3 كيلو و220 جرام. ده المتوسط طبعا، يعني 3 كيلو 220 جرام على عمر 36 يوم. هجيب دلوقتي الفراخ ونوزنها معاكم ونشوف الأوزان هتكون دلوقتي انا هجيب الفراخ. معلش ابني بيصور بس،
فايه ما تزعلوش من التصوير. هنمسك مثلا فتحه زي دي كده عشوائي، وهنروح على الميزان. دي 2 كيلو و500 جرام مثلا. تمام. هنشوف عينة تانية. برضو دي 2 كيلو 540 جرام 550. دي 2 كيلو ما شاء الله 890. 2 كيلو 890. واضح صوت العداد؟ ايوه. دي 2 كيلو 800 جرام. ده العمر ال 36. بنحطهم في الارض بعد ما بنصور، بنحطهم في الارض بعد ما بنصور، وبنجيب حاجه جديده عشان ما تقولوش ان ده هو ايه نفس ده 2 كيلو 770 جرام. ده 2 كيلو 700. ده 2 كيلو 535. كده احنا صورنا حوالي
ادي 1 2 3 4 5 6 7 فرخات عشوائي اللي صورناهم. متوسط الوزن كده من 2 كيلو ونص ل 2 كيلو 800، يعني ممكن نقول ان 2 كيلو 650 متوسط الوزن لعمر 36 يوم، مع المنتجات الأورجانيك اللي تبع الأستاذة رانيا شركة المتحدون. ونعيد تاني المنتجات، ده الأورجان، ده البايوفاكتور، ال51 بلس، التن، والباور فيتا، والمنتا أرون. طبعا رأيي أنا كمربي بصراحة أنا أول مرة أجرب المنتجات ديت، فما حصلش معايا الموضوع ده قبل كده على 36 يوم. وعلى فكرة نسبة الوفيات عندي 2 ايه يعني، مش 2% كمان، ده أنا كنت جايب 500 فرخة واتنين بس هم اللي ماتوا، وماتوا يعتبر يعني مني أنا كمان، يعني مش مرض. وما شاء الله لما بتذبح، احنا برضو هنا بنذبح اهو، وعندنا المكنه وعندنا بتاع، وعندنا يعني المزرعه مع المحل، وما شاء الله الناس يعني مبسوطه جدا من الطعم وشكل الكبده وشكل الصدر. طبعا السلاله اللي انا جايبها دي رص عشان تبقوا عارفين. تمام. وان شاء الله برضو انا دلوقتي داخل اذبح الشويه دول كده اللي احنا وزناهم، وهنكمل على الباقيين دول اللي موجودين برضو هنذبحهم، وهنوريكم بعد الذبح برضو شكل الكبده شكلها ايه، وشكل نظافه الفرخه ايه. تمام. انا هوقف الفيديو بقى، او ممكن اعمل الحاق للفيديو بفيديو تاني بعد الذبح. وعايز اشكر الاستاذه رانيا، ما سابتنيش لحظه، في اي وقت انا بتكلم بترد عليا، ولو ما اتكلمتش هي اللي بتتصل وتقول لي انت عملت ايه. يعني انا ما شفتش متابعه زي كده، ودي ناس يعني الله اعلم، يعني انا مش عايز اقول ثقوا فيهم، لكن انا عن نفسي وثقت فيهم، وفعلا الاسلوب اهو، والمتابعه والذوق في التعامل، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعلى فكره عايز اوريكم كمان دوره تانية انا شغال عليها مع ديت. امشي 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 قدامي اهو. طبعا البطاريات فاضيه عشان انا طلعت الدوره، ودي الدورة التانية. دول برضو عمرهم، بس انا طبعا شايفين الزحمة اللي عندي عشان ما فضيتش ان انا افضي. دول عمرهم 14 يوم مع الاهمال ومع التكدس. يعني الدورة دي برضو انا مهمل فيها. الدورة اللي فاتت انا كنت نفس القصة دي مع الزحمة. ما شاء الله ما شاء الله، زي ما انتوا شفتوا ايه الميزان ده برضو الساسو، وده ابيض، وده برضو ابيض. شايفين الزحمة عاملة ازاي؟ انا برضو للأسف يعني عشان اتزنقت بس، لكن هوسع لهم طبعا، هتلاقيهم ايه ما شاء الله عليهم. وشكرا شكرا استاذة رانيا، وان شاء الله معاكي على طول طالما في خير طبعا. انا مش فاكر انا قلت متوسط العلف ولا لا، بس انا فاكر ان انا قلت 2 كيلو 220 جرام لكل فرخه. وعلى فكره دول كمان انا عازل الساسو لوحده، تمام، واعمل له ورقه، واللي فوق برضو اعمل له ورقه، تمام. يعني انا ماشي بالظبط على حسب الجدول. بالتوفيق ان شاء الله في الدوره ديت، وبرضه هصورها لكم باذن الله. السلام عليكم.